صباح الخير، صباح الجمال، صباح الناس الجميلة. بصوا، أجمل صباح على أجمل ناس في حياتي، على أحلى ناس في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين الصينية القمر دي؟ علشان خاطر الناس الأمارات، علشان خاطر الناس الجميلة اللي بجد متشكرة ليهم جدا جدا إن أنا النهاردة وصلت ل2000 مشترك. الحمد لله، بفضل ربنا الأول طبعا، وفضلكم عليا. كملت ال2000 مشترك الحمد لله. نفسي كده ربنا يكرمني والقناة تكبر وتكبر، وطبعا مش هتكبر غير بدعمكم ليا. دي اجمل عيله في الدنيا، انتوا عيلتي التانية، انتوا كل حاجه ليا. انا لما بتخنق كده وازعل او اعمل اي حاجه ادخل اصور او اسجل معاكم فيديو او انزل لكم فيديو، علشان بجد انا مش برتاحش الا معاكم. ربنا يخليكم ليا، اجمل ناس في حياتي. متشكره جدا لحضراتكم، جميلكم اكيد على راسي من فوق. شايفين الصينيه القمر والفخامه والحلويات دي؟ تعالوا نصلي على النبي ونشوف عملنا ايه ومشينا يومنا الحلو ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونحط حتة الليك الصغنطوط وحتة الاشتراك الجميل. هنا بقى كده ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جبت بصلتين كبار ضربتهم في الكبة، حطيت شوية زيت، يا دوب شوية البصل كده ادوني لون معايا، رحت نازله عليهم بالصلصة بتاعتي. طبعا انا بصلصها كده وبجهزها معايا، بتبقى في التلاجة او في الديب فريزر بتاعي. تمام تمام. حطيتها تستوي كمان 5 دقايق كده، وحطيت على البصلايه شويه كمون. معانا بقى كده ممبار، ومعانا حمام، ومعانا فراخ. ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها يا رب العالمين. جبت هنا بصلايه مبشوره، حطيت عليها مكعب مرقه، شويه بهارات فراخ، شويه فلفل اسود، شويه ملح صغنطاطين، ودعكتهم في بعض. عاوزه اقول لكم ان الخلطه دي بتودي الفراخ كده في مكان تاني وفي حته تانية. طبعا الفراخ معايا حوالي نص فرخه، مسكتها كده كنت مشرحاها، دخلت كل التتبيله دي جواها كده زي ما حضراتكم شايفين. هنسيبها تتبل كده على ما نحشي الممبار بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. وطبعا الممبار بتاعي غسلته بليمون، ما بحطش خل يا جماعه، علشان بحس ان هو كده ايه، بيغير من لون الحاجه. هنحط عود نعناع وشويه وليمونتين كده بنعصرهم، بيبقوا قمر. المهم ان الطماطم استوت معايا زي ما حضراتكم شايفين، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كنت غاسله الرز جهزته معايا اهو، صفيته من الميه. بحب اشوحه كده على النار حوالي دقيقتين. والمهم ان انا حطيت طبعا بهارات محشي، كمون، مش عارف ايه، شويه ملح، شويه سكر صغننين طبعا علشان يعدلوا لي الحموضه بتاعه الطماطم. شوحته ورحت مخرجاه كده زي ما حضراتكم شايفين في الطبق البلاستيك. وكنت مجهزه الخضره معايا بحطها بعد ما بشوح الرز علشان خاطر ما تصفرش معايا. هنديلهم تقليبه كده حلوه محترمه بنت ناس. وساعة ما نزلت كده الرز من على النار، كنت عاملة ايه ما شاء الله، كنت مولعة على المية بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، علشان خاطر على ما اخلص الممبار تكون المية بتاعتي غليت احطه كده. عايزين نوفر او بصوا نشغل دماغنا علشان واحنا واقفين في مطبخنا نخلص كل حاجة بنظام كده، ونكون مخلصين ومظبطين الدنيا. حشيت الممبار زي ما حضراتكم شايفينه. وهنا طبعا بقول لكم ان المية خلاص غليت. حطيت الملح بتاعي، حطيت شويه بهارات لحمه وشويه فلفل اسود. وطبعا بمسك الممبرايه من البوزه دي والبوزه دي، وبعد ما الميه بتغلي بروح نازله بيها. تمام تمام، خلصنا من الممبار والحمد لله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. حطيت حته زبده وحطيت معلقتين زيت. واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا عايزين حته زبده كده علشان هنحمر الرز بتاع الحمام. وهنحمر رز الحمام. طبعا رز الحمام ما بنغسلهوش. الرز طبعا متنضف عندي، ما فيهوش اي طينه، ما فيهوش اي سرسيه، ما فيهوش اي حاجه. وما شاء الله كده ايه، بنهد عليه النار علشان كله ياخد لون واحد زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. ان احنا بنخلص كل حاجه كده اول باول، والحاجه اللي بتاخد معايا وقت بقى اشتغل فيها في الاول زي ما احنا متعودين مع بعض. صلوا على النبي وحطوا حته اللايك الصغنطوط وحته الاشتراك الجميل. هنا الرز احمر معايا. كنت مجهزه معايا بصلايه مبشوره ومقطعه عليها الكبد والقوانص، شوحتها فيها كده على الرز. بعد ما الرز احمر معايا شوحتها حوالي دقيقه، ورحت نازله بشويه فلفل اسود ومكعب مرقه وشويه ملح. يا دوب حطيت عليهم شويه ميه، يا دوب بتغطيهم. الميه بس تغطي الرز، مش عايزه ميه كتير. وبنسيبهم دقيقتين على النار، بهدى عليهم ثواني دقيقتين اتنين بس. وطبعا انا مش عايزه الرز يستوي سوا كامل. طفيت عليه وسبته يبرد، وفضيته كده زي ما حضراتكم شايفين يبرد معايا في نفس الطاسه اللي انا كنت محمره فيها الرز. رحت جايه حطيت فيها كمان مكعب زبده كده، ورحت نازله بالفراخ. هنسوي الفراخ كده، هنسوي الفراخ كده. وعايزاكي تجربيها بنفس الطريقه بتاعتي ان شاء الله هتعجبك.
وهنفضل نقلبها كده من الجنب ده للجنب ده. اول ما تحمر كده معايا بوريكم ان انا شغاله كده مع الممبار، بشوفه بقلبه عشان ما يلزقش معايا في الارضيه زي ما حضراتكم شايفين. مولعه على الفراخ بتاعتي طبعا، يعني نص تهديه كده، نص ولعه نار. ومولعه الممبار بتاعتي بعد ما غلي هديت عليه النار. ورحت بقى، كان رز الحمام عمل ايه معايا ما شاء الله كده، كان هدي وكان برد معايا شويه. فانا زي ما احنا متعودين مع بعض، انا بفتح الحمامية من ورا وبفتحها من عند وبصفقها من عند الزور بتاعها. انا عملت لكم الحمام، بصوا يعني طريقة تنظيفه كده كم مرة على القناة، ولو حد حابب اعملها له ان شاء الله. حشيتها كده من بطنها زي ما حضراتكم شايفين ومن ورا، وبقفلها كده بقى بخلة اسنان او بخيطها بحتة خيطة ما شاء الله. فالمهم كده ارجع ابص على الفراخ بصه صغنطوطه، وبفضل اقلب فيها كده ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مدياني اللون الجميل والبص كانت فظيعه جدا جدا. حشيت الحمام بتاعي ما شاء الله، خلصت كله. وهنا خلصت كده، الممبار كان استوى، والفراخ عندي خلاص، هخرجها اهو. وهنا بقى هنعمل ايه؟ تعالوا بقى ندخل على طاجن السعاده، لسان العصفور بالحمام. هنسوي الحمام في لسان العصفور ازاي؟ هنشوف مع بعض. المهم جبت مكعب زبدة، جبت شوية زيت زي ما حضراتكم شايفين، ونزلت بكيس لسان العصفور بتاعي، هديت عليه النار علشان خاطر انحمره. خرجت الفراخ استوت معايا سوا كامل زي ما حضراتكم شايفين، ورحت نازلة بالحمام بتاعي في نفس الطاسة برضو. وهناك لسان العصفور بحمره كده زي ما انتوا شايفين. هتحمري الحمام ني؟ هحمر الحمام ني زي ما انتوا شايفين كده، علشان خاطر بس انا عايزاه ياخد لون. تمام تمام. حمرت الحمام في نفس الطاسة من غير مواعين كتير ومن غير اي حاجة. وهنا كمان ما شاء الله اللهم صل على النبي، حمرت لسان العصفور اداني اللون الدهبي القمر ده. نزلت عليه بالبهارات بتاعته، شويه فلفل اسود مكعب مرقه، شويه ملح، اكيد حفظنا. ظبطنا الميه بتاعته يا دوب تغطيه بس علشان ما يبقاش معجن معانا. ورحت نازله بالحمام بتاعي غطيته، وهسيبه بقى كده لحد ما يهدى. هنروح مهدين عليه النار ازيكم ولاد لحد ما الشباب ينشف عاملين بالميه ايه؟ بتاعته. النهارده تمام يوم تمام. العيد، عملنا بقى وليمه. عملنا ايه؟ عملنا طاجن لسان عصفور. مش هفتح يا ملك بالحمام، لسان عصفور بالحمام، تعالوا شوفوا. زي ما قلت لكم ان احنا هنهدي عليه النار، وبعدين هنسيبه يستوى كده حوالي تلت ساعة. ما شاء الله الحمام بياخد بالظبط بالظبط سوا معاكي نص ساعة الا خمسة او تلت ساعة. كان خطير جدا جدا، وكان يوم حلو، كان يوم لذيذ. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى اني اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم كده يا رب العالمين. زي ما قلت لكم ان الحمام بتقفليه بخلة من ورا او بتخيطيه بالابرة كده غرزتين. والممبار بتاعي ما شاء الله حمرته زي ما حضراتكم شفتوا. ورصة الصينية بصوا جميلة جدا جدا، والفراخ ما حطيتهاش على الشواية، ده كده كان سواها على الطاسة ما شاء الله. صلوا على النبي كتير واستغفروا ربنا كتير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خليكي قريبة من ربنا دايما، أكيد هيوفقك في كل حاجة، وربنا هيبارك لك في كل حاجة حوالين منك ما شاء الله. صينية تتكلف كام بمبلغ وقدره لو احنا هنروح ناكلها في أي مطعم. فحاولي تدبري وتوفري، وتعملي لولادك الأكل اللي هم عاوزينه. ربنا يوسع علينا وعلى الناس كلها يا رب العالمين. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وسلام عليكم.